كلام الناس في رمضان الليلة 12 منتصف الليل على MBC مصر. ما عندي مشكلة، بس أمس خليتينا من غير، كان يوم مو حلو من غيرك والله. يا صيدك لا صيدك، أنا افتك من البنات غزلهم هذا. حياتك حلوة بدوني والله، إذا أنا حياتي بدوني حلوة. إيه عندي مشكلة، صار عندي اكتئاب من الوحدة. هذه طريقة فاشلة للزحف صديقي الحبيب، الله يسعدك. هذه موضة جد قديمة ترى. أنا وحيد وأبي وحدة تملي علي حياتي، هذه قديمة. جدد في أبديت، ادخل للأب ستوري ونزل الأبديت الجديد الله يسعدك، عشان هذه موضة قديمة يعني أوفر. أنت جدد. أيوة أنا وحيد وعندي اكتئاب علشان أنا وحيد. يعني وش يصير فيك يعني أنت وحيد؟ يعني أنت طلعت وحيد، راح تموت وحيد. يعني أنت راح تموت مع أحد، راح تموت وحيد، راح تفطس وحيد. والله أنا مرة طيب وأحب وحدة صادقة معايا لأني أنا صادق. أيوة عجيبين، لأني أنا صادق فأنا أحبها تكون صادقة معايا وأعطيها عيوني. تعرفها السوالف تبع هالمصيدة، حتى الفار ما صار يصطاد فيها. شباب الله يسعدك، ارتقوا في القصص. بجد مشكلتي حبيت بنت 12 سنة وفي الآخر كانت لغيري، من يومها ما عاد فكرت بالزواج نهائيا. أنت حبيت 12 يعني هي عندها 12 سنة. دقيقة نتفاهم الله يسعدك قبل ما أجيب الكندرة. لحظة كيف 12 يعني أنت حبيت أنت 12 سنة وأنت تحب فيها؟ كيف حامل فيها ولا أنت هذه بنتك؟ هذه كانت في بطنك، لازم منطق الله يسعدك. كيف 12 سنة؟ أنت أنجبت هذه البنت ولا شنو؟ ما فهمت. 12 سنة كيف؟ أنا أبى أفهم. 12 سنة هي عندها 12 سنة يعني هي عندها 12 سنة. كيف انت تحبها عندها 12 سنة؟ يعني شو الحب هذا؟ في هذا ايش الحب هذا؟ تشتري لها حفاضات يعني؟ انا اقول لو خلينا في تبع البنات احسن، ولا لانه الشباب احسهم. تحياتي لك دعاء، تحياتي لك دعاء، وربنا يوفقك دوما، وكمان تنشري الفرح والسعادة لكل متابعينك، وربنا يسعدك يا رب. يا ارحب يا محمد، انت محمد صديقنا. معليش دعاء، انا بنت، يا ريت تقولي كلام في حق البنات اللي يفتقدون حب وحنان الاب من مع انه موجود. عادي عادي حبيبتي، ايش تبغي تسوي فيها معقدة؟ عادي كلنا عشنا مع اهل ما في حنان، عادي ما طلعنا معقدين ولا شيء، عادي بالعكس طلعت حنونة حساسة نوعا ما. لا بس حلو ايش راح تستفادي من الحنية؟ قولي لي. هلا لو كان ابوكي حنون، شوفي دائما خدي الميزة الصح. ايوه عادي كلنا. انا ابوي عسكري، طقنا وضربنا عادي. هل انا طلعت معقده؟ لا شويه يعني، هذا بس شوي ميك اب، على شويه جنيت، شويه عقلي شويه صار مع محل، ولكن هل هذا غير فيا شيء؟ لا عادي. لا تصيري انك تسوي نفسك فيها معقده. عوضي بحنان الشاورما، حنان الكبسه، في كثير حنانات، بس انتوا تحبون الدراما عشان طقك ضربك يعني هو مش حنون. عادي هذا ابوكي يضربك بس ما يخلي احد يضربك، حتى لو خلى احد يكون اخوك او اختك او امك. ما تفهمون انتم حب العائله الحقيقيه. تأثرتوا جبتوا لنا المرض بالمسلسلات هذه. عادي حلو تكوني تخجلين من ابوكي، حلو، اللي ما عندوش كبير يشتري له. السلام عليكم دعاء، انا بنت عندي قصتي، هي ان كنت اعرف واحد مره مده سنوات 6 سنوات، وبعدين اختفى اسبوع، ولما رجع لقاني انخطبت وقال لي افسخي الخطوبه ونرجع. اخذت ضربته اخذ ضربته كف. ضربته كف وقلت له هذاك راجل داخل من الباب، شنو رأيك؟ أنا أحس إني قللت من انتقامي. أيوة كفو بنت رجال. أيوة تفي عليه، ليش ما تفيتي عليه؟ طيب أنا أعاتبك في شيء، أنت ضربتيه كف، طيب ليش ما تفيتي عليه؟ ارجعي اتصلي عليه. أيوة هلا ارجعي اتصلي عليه الحين. أيوة اتصلي عليه. ايوه قول لك الو وسكري عليه. ايوه عشان ليش كذا يعني؟ الطقه لازم تفي عليه. هون قصرتي. يتيمة الام وبابا اتزوج وخلاني، وانتي القدوه ديالي بغيت نوليه بحالك، عفك عوني عفك. اوكي اول شيء انا ما لازم اكون قدوتك صراحه، يعني شو، انتي ما لازم تكوني نفسي في الاشياء هذه التافهه صراحه. لازم في اشياء مهمه كثيره، في اشياء مهمه، مثلا تدرسين،
أنا درست، أنا أخصائية أشعة، أنا أحب يعني أقرأ يعني أحب أثقف نفسي، أحب غير هذه التفاهة وهذه الأشياء التافهة. أنا يعني أحب أصير أكتشف الأشياء وأقرأ وأكون واعية. يعني في المزح أنا موجودة، بس في الجد ما حد يقدر يسكتني، فهمتي؟ فالله يسعدك أنتي ما لازم تكوني كذا تافهة. يعني أنا آخر شيء سويته، تمام، في الأشياء المهمة في حياتي، آخر شيء مهم سويته هو إيش فيه؟ هو السوشيال ميديا، تمام؟ الناس ما ترحم، الناس تجلد، الناس تدعسك، إذا لقت مصلحتها تدعسك دعويس. دعاء أنا بخون زوجي وزوجي بيخونني وهو عارف إني دعاء أنا بخون زوجي، قريت صح، وزوجي بيخونني والنعم، وهو عارف إني بخونه، ما شاء الله ممكن مايند، وأنا عارفة إنه بيخونه، واو جورجينا. بس هذيك اللي بيخونني معاها بتخونه مع أي العيلة واطية، العيلة الواطية دي. انتوا لو انولدتوا في الكباريه، انتوا لو انولدتوا في الكباريه جنب الطبات كده، عصرتكم امكم جنب الرقاصة، ما تطلع هذه البزرة. ايش فيكم؟ بخوني معاه، بتخونوا معاه، ان انا بخونه معاه. الحل بليز، الحل شوف الحل. الحل الله يسعدك تروحي للماركت او للغاز هذا اللي تبع السيارات، تاخدي نص كيلو من ال او كيلو لتر، شو كيلو شو سميه ده، 4 لتر من الغاز، الله يسعدك، او البترول. ايوه، تروحي تجمعيهم كلهم في الشقه وانتي معاهم. ايوه، عبي الشقه بالبترول، فجري الخرا، فجري الزبل. ايوه، ناقص واحد، ناقص شو ناقص؟ هذه السلالة ما لازم تتكاثر. لا ايش هذا؟ مشكلتي هي انا متزوجة من 5 سنين، عندي 3 اولاد، زوجي في الاول كان كتير كويس وبيحبني، المشكلة انه من الاول بيحكي مع بنات ما شاء الله كيوت، بس ما كنت اشوف شيء غلط بالحكي. بعدين شو ما كنت اشوف شيء عادي يعني غلط بالحكي. بعدين غير التليفون وضل 3 سنين ما شفت تليفونه، ما شاء الله. يمكن ادخله للجامعة او شيء، ايوه يمكن تليفونه تخرج دخله للجامعة، او اشتغل تليفونه، اشتغل راح اعتمد على نفسه، وضل 3 سنين ما شفت تليفونه ابدا، حتى ما يفتح الموبايل قدامي. عادي. هذه الرجال يحب الاشياء السيكرت، ويحب يروح يشتري من فيكتوريا يعني يحب الاشياء السيكرت. سنين ما شفت تليفونه ابدا حتى يفتح الموبايل قدامي. مع كم يوم جتني فكره، ما شاء الله. ايوه، ايش الفكره حبيبتي؟ حطيت موبايله تاني بغرفة النوم ورحت نمت عند أهلي. أكفو فتفاجأت. أيوة، إيش المفاجأة؟ إنه هو بيحكي مع واحدة وبيعرفها من زمان، ما شاء الله عادي، بس هي بتقول له إنها ما بدها تخرب بيته. وكيوت البنت، ليش تظلميها؟ كيوت حساسة، خرب بيته. بعدين بتقول له أنا استننت، أنا بسمعك، أنا بكون معك. كيوت، بنت حساسة محترمة البنت، بس تسمعه. أخذت دورك، يعني ايش تبين أكثر من كذا؟ يعني أخذت نصف الهم، جالسة تسمعها بدل ما أنت تسمعيه وتسمع السند. لو تقول لها تسندكم اثنيناتكم، أنا بكون معك في الحلوة والمرة، وبتحكي معه بطريقة تخليه يتقرب أكثر. لا هو ما هو يتقرب أصلا، لا هو يعني شو يتقرب أكثر؟ خلاص هو ما تقرب، والله يسعدك. قولي لي شو أعمل، قولي لي أنا شو أعمل. هو فترة تغير معي وصار يعاملني بطريقة بشعة، بس أنا قلت أكيد من هي البنت تحكي. لا عادي، أنت ما تسمعي، هي تسمعه. أنت تسمعي، يمكن صوته حلو. أيوة، يمكن هو عنده موهبة أنت ما تقدريها. يمكن الرجال عنده موهبة صوت يغني، وأنت جاحدة الأمر هذا. البنت ما قصرت معاكي، يعني جالسة تشيل عليك الهم. إيش تبين يعني؟ الناس أنتوا ما تحبون الناس تساعدكم؟ البنت طيبة كيوت، بس كنت أنا أبي أخرب بيته. هي ما تبي تخرب بيتك، هي تبي بيت تاني، وانت بيتكم على حالكم وهي بيتها على حالها. انتي شوفي يا عمراي، عرفتيه انه بيخونك مع واحدة، تمام، اجلسي معها، تمام، اعملي عشاء او غداء او فطور او افطسي، المهم تجيبي سندويتش ولا من برا، المهم اجلسي جلسة انت وياه، قول له انت تخوني ليش كده، بكل عقل
بكل صراحة وضاحة فضاحة. يعني ايش تعقدوها كذا؟ انا شفتك تخوني، انا بدي اعرف ليش. احكي ليش؟ تهور؟ هل هو ايش هو يعني؟ فانت صالح يجلسي معاه، صالح يحطوا كل الاشياء وسجلوها، تمام؟ اذا انت انسانه قادره بنفسك وما عندك زعاطيط معاه، طفي عليه وخلعيه وروحي. صراحه يعني مش تبين فيه. دعاء: انا فسخت خطوبتي بسبب سحر. ما شاء الله. التفرقة: أنا وخطيبي كان حب وتفاهم كل شيء الحمد لله، بس لما جاء آخر مرة لكي ندفع الأوراق لأنه هو في الخارج تغير كل شيء، صار يقول لعائلته إني تغيرت عليه وإني أصبحت في عينيه مثل الوحش. أوكي حلو. وبعد ذلك أنا راح أحكي بهذا الموضوع لأني أنا بعد ذلك مرض، صار يضرب راسه على الحيط ويسوي أمور بدون وعي. بدون وعي. المهم أنا وضعي عالق، عائلته بتقول لي اصبري معاه حتى يتعالج من السحر، لكن أنا تعبت، دخلت في اكتئاب، هو لا يكلمني، انقطع كل شيء بينا، غير عائلته يصرون علي أن أصبر، أنصحيني مثل أختك على أترك كل شيء، ولا هذا ابتلاء من الله وعلي الصبر. المهم انتبهوا بنات من السحر، حسبي الله ونعم الوكيل. شوف أقول لك شيء، السحر حق تمام، لكن ما في شيء يقدر يصير بدون إذن الله. أوكي؟ ما في شيء، أآمن إنه ما في شيء في هذا الكون يقدر يصير بدون إذن الله، وغيره كذاب. ومن يمسك فيه السحر والأشياء والشعوذة هذه في داخلك، لأنك إيمانك قليل، إيمانكم ضعيف. ما في شيء اسمه السحر يبوظ لي حياتي، السحر يطلقني، السحر لا. ما عمرك تكوني تقرأ قرآنك وتصلي صلاتك وتعملي أذكار وأحد يقدر يأذيكي. ما في شيء اسمه هذا السحر. السحر حق، لكن من آمن به هو اللي يصير في حياته. ليش؟ أقول لك ليش. لأن الشيطان ما يغير القدر، الشيطان ما يرزق، الشيطان ما يقدر يسوي أي شيء. تعرف شو يقدر يسوي الشيطان؟ إنه يلعب بمخك بس، ولما لعب بمخك طلعت هذه الأفكار. الشيطان قادر يخليكي أنت تسوي أفعال غلط عشان تقولي في الآخر إنه سحر. لا، هو جالس عارف إنه إيمانك قليل، إيمانك ضعيف. أنت لو إيمانك قوي قسم بالله العلي العظيم والله العظيم ما حد يقدر يمسك رمشة منك، لا سحر ولا بلوط. مش أي واحد خاين كلب معفن خان زوجته يرجع لما يرجع لها والله كنت مسحورة كأنه ملعون جدف. كذاب، غبيات، مثل اللي يصير يروح. والله ترى أنا أشوف هذه الأشياء قسم بالله أنبهر. يصير يكون هو واطي، يكون هو كلب معفن أصنام واطي أمه يبيعها، تمام؟ وتروح مثلا يروح أخذته كذا، أخذته مغربية وسحرته. لا حبيبي، هو لحقها مثل الكلب ولزق فيها لأنه مروح. ما تبرري لزوجك، ما تبرري لأحد خانك إنه هذه اللي سحرته. إيش هذا المضرقة؟ ترى جالسين يلعبون بدماغكم، لأنه دماغكم قسم بالله بالحضيض. لا والله كانت ساحرته عشان تبرر لزوجها المروح. لا، ما كانت ساحرته، هو حيوان لحقها مثل الحيوان بس. ولما عطته على وجهه وضحكت عليه بعد ما ترك عيلته وولاده، رجع لك انت لانك عارفه كلب، عارفه انك انت حماره، فجالس يضحك عليك. والله انا اسمحي لي كانت سحرتني. كذاب كذاب. اصحوا، ما في رجال ينخطف، في رجال يروح. ما في رجال. انا افهم، انا بدي افهم جمله خطفت رجلي زوجي، انا ابي افهمها. هذه الجمله ما تبي تنفهم. يحط بامبرز بحفاضات
لما يطلع تحطي لي البيبرون والباودر حق التصلخات؟ قولي لي شو خطفته؟ يلحقوهم مثل الكلاب، يلحقوهم ياكلون التراب يلحسوه، بعدين تقبل فيه، وبعدين لما تحبه ويضحك عليها مثلك، مثل انت الحمارة الأولى وهي الثانية، بس هذا الفرق. اثنين حمير ضحك عليكم الاثنين، وعشان يرجع لأنك انت عندك أولاده رجع قال لك انها سحرته. لا حبيبتي، وداته فطرته الحيوانية اللي وداته. الله يسعدك، لا تصيرون تمضرطون في الدنيا. عمرك يضيع على شيئين اللي تنتظرينه، شيئين تنتظرين. مستقبلك، في عندك فرصتين انت، بس فرصتين، هذه فرصتين اقول لك، تشتغلي وتكوني سيدة أعمال وتكون عندك كيان ويكون عندك مستقبل ويكون عندك راسك مخك مليان ويكون عندك تقدير في المجتمع، تمام؟ وإذا جاء شخص شاريكي، رجال ابن رجال وشاريكي، وشفتي فيه السند، مو أي رجال ناخذ نحن، مو أي رجال تاخذي، مو هذا راح يتزوجك يلا توكلي، لا. شوفي هذا الرجال إذا مرضتي راح يضل معاكي، إذا تعبتي راح يضل معاكي. هذا الرجال اللي يقبلك في كل حالاتك، مش الرجال اللي تكلفين نفسك ميك اب وتكلفين نفسك أشياء عشان تعجبيه. ما عمرك تاخذ الرجال اللي معجب بوجهك، انسيه. اللي خداك على جمالك راح يتركك على جمالك، لأنك انت ما راح يحمطك. الله يسعدك، انت راح تكبرين، راح تشيخين، وراح تمرضين، وراح تتعبين، ويبينوا عندك الهالات، وتنامين في المستشفى، وكتير أشياء راح تصير. الحياة هذه ما تدريش. لما تتزوجي لما هذا الشخص اللي ضل سندك بعد الأهل، سندك بعد الله والأهل، سندك، مش زوج. أنا أبي أتزوج، بس أبي أكشخ فيه قدام صحباتي كذا سنة سنتين، ترضون؟ رضيتي صحباتك؟ طيب أنت ورضاكي أنت وين؟ دعاء متزوجة تقليدي وهو مطلق، بعد زوجته طلع عقيم وبخيل وما عنده شخصية. أنا منفصلة عنه وحابة أتطلق، واليوم إجاني عريس بده زوجة تانية لأنه مرته مريضة. إيش أعمل؟ أنا معك باللايف تيك توك دودو. هذا اللي كنت بحكي معه. أنت بدك بس تتزوجين؟ يعني هو الزواج عندك بس هو الزواج؟ وينك أنت وينك في الموضوع؟ أنت شخصيتك أنت وينها في الموضوع؟ شو الإنجاز اللي راح تحسي نفسك سويتيه أنت لما تتزوجين هذا الشخص اللي أصلا متزوج زوجة ومريضة ويبي بس يتزوج لأنه زوجته مريضة؟ أصلا هذا واطي، يعني هذا مبدئيا هذا الثاني أوطى من يعني أو واطي. اللهم بخيل وعقيم ولا هذا تزوج على مرته وهي مريضة. إيش تترجين منه ترى؟ واللي عنده يعني أنت تفكرين إنك أحسن منها؟ هل أنت تتوقعين أن اللي عنده أنت فيك شيء زايد منها؟ لا. هذا اللي كنا بنحكي فيه لما أقول لك اختار الزوج لما تمرضين يضل معاكي. هذا زوجته مرضت، لو في خير كان ضل مع زوجته، ما جاء عندك. وين الخير بالموضوع؟ وين المودة والرحمة في الموضوع؟ انتوا بس تحبون تتزوجون عشان تجيبون اولاد بس؟ انا بس ابي افهم، تطلقوهم تسممون المجتمع فيهم، تطلعوهم معقدين حاقدين دباحين، بس هذا اللي تحبون؟ هدفكم التكاثر؟ الله يسعدك، هذا الزمن ما يحتاجك انت عشان يتكاثر، متكاثرين بدون شيء. الزوج اللي ظل معاكي في السراء والضراء، يا كثر السراء، بس الضراء وين؟ مين يكون معاكي؟ اصحي شوفي نفسك، انت مش ما خلقتي عشان تكوني بس زوجة، ترى والله قسم بالله انك ما خلقتي عشان بس تتكاثرين. اقسم بالله في اشياء كثيرة في الحياة تشوفيها، تدرسي، اذا ما درستي تتعلمي اشياء. وبالعكس انت في عصر هلا ما يحتاج اصلا دراسة. انجحي انت،
حققي كيانك عشان تعرفي قيمة نفسك.